يجعل المواطن في صلب الاهتمام ويضع كرامته وتحسين ظروف عيشه في مقدمة الأولويات. في إطار التفعيل الميداني للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة والمستدامة، انعقد صباح اليوم الجمعة 7 نوفمبر بمقر عمالة إقليم خريبكة لقاء تشاوري ترأسه السيد عامل الإقليم حول إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة لإقليم خريبكة. وأكد السيد العامل في مستهل كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء الهام يأتي تنفيذاً لما ورد في الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، واللذين يأكدا على ضرورة إشراك المواطن في تحديد الأولويات وصياغة البرامج التنموية الترابية وفق مقاربة تشاركية وشمولية. كما شدد عامل إقليم خريبكة على أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية في مسار بلورة رؤية ترابية متكاملة للتنمية يكون المواطن في صلبها من خلال الاستماع إلى مختلف الفاعلين المحليين والمنتخبين ومكونات المجتمع المدني قصد إعداد برنامج واقعي يستجيب لتطلعات الساكنة. وعرف اللقاء مشاركة واسعة لمختلف المتدخلين من منتخبين وفاعلين اقتصاديين وممثلي المصالح الخارجية والنسيج الجمعوي والشباب الذين ساهموا في إبراز التحديات والفرص التنموية التي يعرفها الإقليم في عدد من المجالات الحيوية. كما ركزت المداخلات على أهمية تطوير البنيات التحتية والنهوض بالقطاعين التربوي والصحي وتعزيز الربط بين مناطق الإقليم، إلى جانب دعم المشاريع المحدثة لفرص الشغل وتحقيق الالتقائية بين مختلف البرامج الترابية. ويعتبر لقاء خريبكة اليوم خطوة جديدة نحو تنمية مندمجة وشاملة تجسد الرؤية الملكية السامية لمغرب الجهات وتنقل المواطن الخريبكي من موقع المتلقي إلى شريك في صناعة القرار التنموي. اللقاء ديال اليوم هو لقاء تشاوري موسع، لقاء هام اللي كيهتم بالتشخيص ديال سميتو اقتراحات ديال المشاريع اللي غتدخل في الجيل الجديد ديال برامج التنميه المندمجه اللي وصى به صاحب الجلاله نصره الله في خطبه الاخيره، خصوصا الخطاب العرش والخطاب الاخير الذي القاه في البرلمان بمناسبه تفتيح الدوره التشريعيه. هذا الجيل الجديد ديال البرامج التنميه المندمجه غيكون مقسم على 4 ديال المحاور. المحور الاول اللي هو انعاش التشغيل، المحور الثاني هو دعم الخدمات الاجتماعيه الاساسيه خصوصا التربيه والتعليم والصحه، والمحور الثالث هو المحور ديال تدبير الماء لتدبير الموارد المائيه، والمحور الرابع هو الانفراستركتور، هو يعني البنيه التحتيه. غادي نفتحوا مداخلات ديال جميع المتدخلين باش يقدموا لنا الاقتراحات ديالهم، اقتراحات ديال البرامج اللي غادي من بعد هذيك البرامج غادي تقاطع مع مجموعه من قواعد البيانات باش غادي تترجم المشاريع جاده وواقعيه. كاين عده مستويات ديال اللجان، كاينه لجان وظيفيه، لجان تقنيه وظيفيه اللي غادي تسهر على الدراسه ديال المقترحات باش كترجع برامج وكترجع مشاريع غادي تاخذ بعين الاعتبار في هذا الشيء كله سميتو الفوارق الترابيه والاكراهات اللي يمكن تعيق هذا التنفيذ ديال هذه البرامج، وكذلك الامكانات المتوفره والتي يمكن تعبئتها لتنفيذ هذه المشاريع. اولا وقبل كل شيء انتهز هذه المناسبه ديال هذا اللقاء التشاوري لأهنئ صاحب الجلاله نصره الله على القرار التاريخي 2797 اللي كيكرس مبادره الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. كما نشيد بتفضل صاحب الجلاله حفظه الله بأن اطلق على هذه المناسبه الغاليه اسم عيد الوحده الذي يتزامن مع 31 أكتوبر من كل سنة.
يأتي هذا اللقاء التشاوري في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي أنهجها صاحب الجلالة، وقد ورد في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد هذه السنة توجيه الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة، وتأكيد توجه الاستراتيجي على التنمية المجالية وترسيخ العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق الاجتماعية. وتفعيل التوجيه الملكي فإننا مطالبون اليوم بإعداد برامج تنموية مندمجة تروم توحيد وتنسيق جهود كافة المتدخلين حول مشاريع ذات نفع مباشر على الساكنة. والحمد لله إقليم خريبكا يزخر بإمكانيات كبيرة بتواجد أهم المؤسسات الاقتصادية بالمغرب والمتمثلة في المكتب الشريف فوسفات الذي لا يسعني إلا أن أثمن مجهوداته المبذولة مؤخرا لتنمية الإقليم خاصة في مجال تحلية المياه، ملتمسا منه كمؤسسة مواطنة ابتكار برامج جديدة تساهم في تشغيل شباب الإقليم. كما أن للإقليم مساحات كبيرة تابعة للأراضي السلالية التي يجب وضع برامج لتأهيل هذه الأراضي وإعطاء وفتحها للمشاريع الاستثمارية لتعود بالنفع على الساكنة ديال هذه الأراضي. كما أن هذا الإقليم خاصة مدينة خريبكا عندنا بعض الإكراهات، عندنا مناطق صناعية باقا موقوفة ما كملناش بالتجهيز، ولهذا هذه مناسبة مع السيد العام المشكور اللي غادي نبداو في إعداد هذه البرامج بدقة، تكون برامج مندمجة، ما يبقاش كل مصلحة ولا كل قطاع كيدير واحد البرنامج وكنبنيو حنا واحد المستوصف، من بعد كتجي الصحة كيقول لك ما عنديش برنامج، كنبنيو حنا واحد المركب ثقافي كتجي وزارة الثقافة كتقول لك ما عنديش البيرسوال. إن شاء الله هذه التوجيهات ديال سيدنا، وبهذه المناسبة بدون شك بأننا غادي نوصلوا إن شاء الله، ووفقنا الله لما فيه خير هذا الإقليم تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة نصره الله، وقر عينيه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن. والسلام عليكم. اقترحنا مجموعة من المقترحات بخصوص مدينة خريبكا. أول مقترح هو تشغيل حاملي الشهادات العليا، لأن صراحة كاينين أصحاب الماستر وما لقاوش تشغيل، وحنا في برنامج أوراش يعني لقينا هذه المسائل، خصوصا أن بعض الشباب طلبوا أنهم يخدموا في النظافة ويخدموا في البستانة. الشق الثاني كانت الصحة، وكتعرفوا أن المستشفى العمومي يعيش الويلات في وضع صحي، يعني وضع صحي غير لائق بالمدينة خريبكا. وتمنينا أن يكون واحد المراقبة حول الأطباء اللي في المستشفى العمومي، يعني كيعطيو الاهتمام الأكثر للمستشفيات الخاصة. وبالتالي هضرنا على تأهيل الفضاءات العمومية، خصوصا أن حدائق كاينة في مدينة خريبكا يعني أصبحت في وضعية يرثى لها. طالبنا أيضا بمرافق صحية حفاظا على كرامة المواطن، بالإضافة إلى مطلبنا يعني الأساسي خصوصا ونحن نشتغل في المجال الثقافي، هو أن الثقافة لم تعد طرفا ولا يعني ولا شيء بسيط أو لا شيء يعني سهل، وإنما الثقافة أصبحت مسلك وأصبحت معبر للدبلوماسية الثقافية التي نشتغل عليها والتي ينادي بها في الخطابات الملكية والرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. اليوم هذا لقاء تشاوري تم تنظيمه من طرف سيد عامل الإقليم اللي يعني حدد فيه واحد الأرضية، وتم عرضها أمام الحاضرين من المنتخبين ومجتمع مدني وإعلاميين ومسؤولي إدارات لا ممركزة بالإقليم لتشخيص الوضع حول أربعة محاور. المحور الأول اللي هو التشغيل، المحور الثاني الخدمات الاجتماعية الصحة والتعليم، المحور الثالث كيفية تدبير ندرة المياه ومشكل المياه بالإقليم، ثم كذلك البرنامج التنموي الترابي. هاد المحاور الأساسية لا يمكن أن تنجح وأن يعني أن نصل إلى تصور مشروع تنموي مندمج بالإقليم ما يمكن تنزيله إلا بركائز 4.
الركيزة الأولى هي الجدية كما جاء بها خطاب جلالة الملك الله ينصرو، ثم كذلك تجديد النخب، لأنه تنشوفوا النخب ديالنا ماشي كلهم ولكن السواد الأعظم بالإقليم نخب يعني ألفها المواطن، ألفتها يعني نفس الوجوه، نفس كذا نفس كذا، يعني استنفدت من مخزونها أو يعني ما في جعبتها طيلة 20 سنة و30 سنة، وإحنا تنشوفهم نفس الوجوه في نفس الأماكن، يعني تجديد نخب. ثم النقطة الثالثة هي الحكامة، ربط المسؤوليه بالمحاسبه. هذه المشاريع اللي غادي نجيبوا للاقليم، ولا مثلا هذه التصورات وهذه المشاريع المبرمجه التنميه المندمجه عفوا، لا يمكن ان تنزل الا بين تدبير مسؤولين نخب جديده بحكامه. لأنكم شفتوا اليوم المشروع الميزانية العامة اللي جابته الحكومة للبرلمان واللي داز أمام الخطوط العريضة اللي دازت أمام مجلس وزاري أمام جلالة الملك الله ينصرو، تكلموا على التعليم ما يقرب من 1400 مليار. راه سبق البرنامج الاستعجالي وعرف اختلالات كانت 44 مليار. اليوم راه كيف قلت لكم ما يمكنش ينجح شي مشروع إلا ما كانتش الحكامة. النقطة الثالثة. النقطة الرابعة البليدوايير، من يترافع. الحمد لله كاينة شركة ديال التنمية اللي تم تأسيسها مؤخرا إقليميا اللي ممتلة في جميع الجامعات ويترأسها مجلس إدارتها عامل الإقليم، وأنا لي اليقين، أنا عندي الثقة في هذا الرجل المستوى الإقليم بعقلية يعني أخرى مختلفة، وسبق له يعني مر من مؤسسات كبرى وعاد جا للداخليه ويعني قام بمسؤوليات مختلفه قبل ما يجي الخريبكا. انا لي اليقين انه غيكون عنده القدره الكبيره للترافع على مشاريع الاقليم، وخص كذلك متدخلين اخرين، مؤسسات اللي جابتها الارضيه، مؤسسات عموميه منها لو سي بي، منها العديد من المؤسسات العموميه اللي تكون شريك. لان اليوم هذا التشخيص كاين، ها الحاله الوضعيه الدياغنوستيك كاين، راه خرجاتهم مجموعه من التقارير، منها المندوبيه الساميه للتخطيط، منها من تقرير المغرب، منها التقرير الاخير اللي نجزاته التقرير الاجتماعي اللي نجزاته لجنه الماليه، وزاره الماليه عرضته مؤخرا في البرلمان. نفس الشيء عندنا التشخيص، عندنا الحاله، عندنا الحالات مختلفه، ولكن كيفيه تنزيل هذه المشاريع خصنا اموال، خصنا نخب جديده قادره عندها من الكفاءه باش تنفذ، عندنا خصنا كيف قلت لكم حكمه وبليدواير من يرافع ومن يدافع. وبكل صراحه هذا اللقاء التشاوري ما بغيناش يكون اول يعني انطلاقه، بغيناه يكون تقييم ديال كل سنه من العمل، كل سنه نقولوا نجتمعوا ثاني ونقولوا فين نجحنا، فين تعثرت المشاريع، فين باقي، فين وصلنا، نعطيو تقييم اللي يعني باش تكون الجديه في هذه اللقاءات، ما تكونش لقاءات تشاوريه يعني تطبعها طابع لغه الخشب ومن بعد غننساو كما جات واحد الوقت المبادره ومشاريع المبادرة في 2005 وكانت هذه اللقاءات بهذا الشكل. ولكن خصنا احنا اليوم المواكبة والتنزيل. وشكرا. اليوم من خلال هذا اللقاء التشاوري اقترحنا مجموعة من المشاريع التنموية التي يمكن أن تتقدم بمدينة بوجنيبة كنموذج مسخر لمختلف مدن إقليم خريبكا. اقترحنا مشاريع لتجويد العرض التربوي داخل مدينة بوجنيبة. كان المقترح الأول هو تأهيل لكود ميتريز اللي تابعة للمكتب الشريف الفوسفات، واللي كانت تتعمل منذ سنة 1955 على تأهيل وتأطير الأشخاص ولا كفاءات في تصنيع المواد الفوسفاتية. اقترحنا تعزيز المؤسسات التعليمية بالأطر التعليمية الكافية من أجل سد الخصاص ومن أجل محاربة الاكتظاظ. بالنسبة للعرض التربوي تم اقتراح إحداث مركز لرعاية الأمومة والطفل، لأن هذا المركز الصحي المتواجد بالمدينة هو يستقبل
النساء الحوامل من مختلف المناطق المجاورة والقروية المجاورة بالمدينة. بخصوص التشغيل تم اقتراح تخصيص كوطة لمدينة بوجنيبة على الأقل من أجل إدماج أبناء المدينة الحاملين الشواهد في مختلف التخصصات، لا ميكانيك، الكهرباء والضوء، على الأقل في شركات المناولة أسوة بباقي الجامعات، مع تشديد الرقابة على المال المصروف لدعم المشاريع التنمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كون هذه المشاريع تفتقر إليها المدينة اليوم، وكون هذه إلا ما بغيناش نقولوا أن هذه المشاريع منعدمة اليوم، باستثناء واحد السيدة اللي عندها واحد الكروسة ديال بيع الخبز. واش هذا هو الحظ ديال المدينة اليوم من هذه المشاريع هذه كاملة؟ رابعا بخصوص المجال التنموي والركود التنموي التي تعرفه المدينة، نحن اليوم نتوفر على مشاريع تنتمي إلى برنامج عمل الجامعة ممولة، تم تأدية الثمن ديال الدراسة ديالها، إلا أن هذه المشاريع لم تنزل على أرض الواقع. ونعطي واحد المثالين. المثال الأول هو مشروع الماء الصالح للشرب، ربط الماء الصالح للشرب للمدار الحضاري لمدينة بوجنيبة بالماء الصالح للشرب. هذا المشروع هذا اللي تمت الدراسة ديالو، تم الإنجاز ديالو بمبلغ مهم يقارب تقريبا 51 مليون، إلا أنه لم يعطى الحق لساكنة المدار الحضاري بالربط بالماء الصالح للشرب مدة 4 أشهر تقريبا. المشروع الثاني وهو مشروع إنشاء ولا إحداث سوق يأوي البائع الجائلين. هذا المشروع هذا هو ضمن برنامج عمل الجامعة. التكلفة ديالو تقريبا 130 مليون سنتيم، تمت دراسته، رصدت له الميزانية، إلا أنه لم يتم إنجازه على أرض الواقع، وهو اللي من المفروض كان خصو يتنجز بناء على برنامج عمل الجامعة منذ سنة 2024. ثالثا المشروع المهم اللي هو مشروع التطهير السائل الذي ظل حبيس الرفوف ل10 سنوات تقريبا. هذا المشروع هذا اللي تحرك تقريبا واحد 3 سنوات مؤخرا، إلا أنه بقي قيد دراسة لمدة 3 سنوات. وهنا كنوضع السؤال: لما صرف المال العام على مشاريع لا يجد صداها في الواقع ولا يجد صداها المواطن البسيط؟ سعداء جدا كمجتمع مدني بالمدينة على حضور جلسات التشاور التي أعطاها أو أوصى بها جلالة الملك المنصور بالله، وصهر عامل الإقليم على تنفيذها. وهي خطوة جد إيجابية لتشخيص الواقع الترابي بالمنطقة، وكذا تلقي المشاريع والاقتراحات التي يعني توصي بها الجمعيات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين بالمدينة. ولاحظنا من خلال هذه الجلسة تفاعل كبير بين مختلف فعاليات المجتمع المدني، وكذا جدية المشاريع التي تم اقتراحها. ونتمنى صادقين أن يتم تفعيل والأخذ بعين الاعتبار هذه المشاريع وهذه التوصيات للمساهمة في مسلسل تنموي إن شاء الله جيد. وموجهه يعني للجنه المشرفه على هذا التنميه. الاقتراح الثاني اللي جاء على لسان الاخ ما عرفتش تيهم المشاركه في اللجان، فالباب يكون مفتوح لجميع اللجان، اي واحد يعني يتدخل ويكون حاضر فغادي يكون حاضر ويغني هذا. اذا نعطيو موعد لنفسنا ابتداء من الاسبوع المقبل باش نبداو هذه الجولات ان شاء الله على صعيد البشويات والدوائر. وتنشكر كذلك مره اخرى الحضور ديالكم والتدخل ديالكم الصريح. شكرا.